يا صباح الورد والفل والياسمين. بصوا بقى زي ما انتم شايفين ده مدخل اسكندريه. اخيرا هدخلك يا جامعه اسكندريه. بصوا بقى، النهارده بشارككم الفلوج بتاع زيارتنا لاسكندريه. يوم كده صد رد، عايزه اقول لكم اتنفخنا في المواصلات بس كان يوم حلو جدا. الواحد اتبسط وغير جو كده، واسكندريه اجمل بلد في الكون. هنا كنا داخلين بقى والعربيه واقفه منتظرين، قلت اصور لكم كده واتكلم معاكم شويه. لو انت اول مره تشوفيني يا ست الكل انت وهي، لايك وشير وكومنت كده حلو بذكر الله عشان يكون صدقه جاريه ليكي ولينا ان شاء الله. بصي بقى تعالي يلا انت وهي اقول لك على تفاصيل رحلتنا، واقول لك ايه اللي حصل. خدوني كده على مشني، والله ما كنت مرتبه اي حاجه ولا عامله حسابي في اكل ولا في اي حاجه. انا بقول لك صحوني الصبحيه كده الساعه 6، يلا بسرعه احنا ماشيين رايحين فين يا جماعه؟ اهدوا بالله عليكم، انا عاوزه انام، انا ما نمتش سهرانه مع زين. لا احنا خارجين رايحين اسكندريه ايه بس نوى بس، وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب انا ما جبتش حتى البوركيني بتاعي عشان انزل الميه. لا يلا ما فيش نزول الميه، تعالي بس يلا وانزلي حتى باللبس بتاعك بتاع الخروج ده. المهم بقى صحينا الساعه 6 زي ما قلت، 5 ونص يا ربي. على ما قمت وفوقت كده الساعه كانت 6 وربع. قمت ولبست ولبست الولاد وقلنا يلا هننزل. خدت المايو بتاع فرح وخدت اللبس بتاع سيف وبدهاش بقى، قلت يلا نتفسح ونتبسط، ولازم نتبسط يعني هنتبسط ان شاء الله. هنا وصلنا محطة سيدي بشر، ودي اول حاجة نزلنا عليها لما نزلنا اسكندرية على طول بعد العربية ما وقفتنا قريب منها. مشينا شارع كده صغير. بعد كده بقى في محطة سيدي بشر ركبنا قطر تاني يودينا على ابو قير. ابو قير ليه او اشمعنى ابو قير؟ عشان احنا عندنا شقه هناك، بس انا مش هروح الشقه المره الجايه ان شاء الله. بروح الشقه انا بس عشان رايحين ندفع فواتير وحاجات، فانا كده كده هروح على البحر وابو سيف بقى هو يعمل الامور التانية دي. المهم هنا بقى كنا في القطر بتاع ابو قير والجو جميل جدا يا جماعه، لا هو حر ولا هو سقع، الجو كان لطيف جدا يعني بجد. خدنا بعضنا كده وقعدنا بقى في القطر نتسلى، وكان معايا كيكه طلعنا قعدنا ناكل، وكان معايا سندوتشات وقعدنا ناكل ونتبسط لحد بقى ما نروح هناك ونتغدى غدوه حلوه، غدوه بقى بحريه. طالما في اسكندريه ناكل اكل بحري. هنا بقى ايه، اول لما رحت قلت لهم صوروني وانا في البحر عشان اللقطه دي مش هتتكرر تاني. لان زين مش هيسيبني في حالي. فخدت بعضي كده ووقفت، وطبعا زي ما قلت لكم انا مش عامله حسابي في اي حاجه، يعني هو لبس الخروج ده بس اللي معايا، ومعايا طقم تاني كده ممكن ابقى اغير، يعني في الكافيتيريا هنا حمامات ممكن اروح الشقه اغير عادي. معايا طقم تاني ممكن اغيره لان انا مش هعرف انزل الميه عشان زين معايا طبعا وانا المسؤوله عنه. ماشي هنزل الولاد، المهم الولاد يتبسطوا. بصوا هنا المكان كان جميل وكان فيه ناس، هو مش زحمه قوي بس المكان حلو فيه ناس. ما فيهوش ناس كتير طبعا لان احنا في ناس بدات دراسه اللي هي المدارس الدوليه دي بدات دراسه، وفي ناس بدات دروس وكده. بس يا زيزو المهم بقى بقول له يا زين بص كده اعمل لهم باي باي في الكاميرا ولا اي حاجه؟ ابدا ابدا مش راضي. بس بجد بحر اسكندريه جميل جميل جميل. هنا بقى الناس كلها كانت طالعه زي ما انتم شايفين من البحر، يعني حبكت تيجي تقعد هنا يا عم الحاج، يا عم روح هناك. يلا يا عم الحاج منور مش مشكله، يلا مصيف بقى وكل سنه وانت طيب وكده. هنا بقى ايه، قلت لهم يلا بقى نقعد نرتاح شويه من الطريق، لان بصوا الطريق طويل، ساعتين ونص في العربيه. كانت مكيفه الحمد لله فما حسيناش بالحر. وبعد كده ساعه، حوالي ساعه او ساعه وربع كده على ما وصلنا لمحطه ابو قير. جوزي بقى راح هو خلص الحاجات اللي هو كان عاوزها، وانا قعدت على البحر انا والولاد كده وقلت اتصور. اول لما رحنا زين كان فرحان قوي، عمال بقى يطبل كده على الكرسي وانا سنده واقف كده مسنود، وعمال بقى فرحان خالص الجو عجبه. بعد كده الولاد يا ماما لبسينا بسرعه اللبس عشان احنا عايزين ننزل الميه. يا ولاد استنوا يهديكوا يرضيكوا، ابدا لا يا ماما لازم ننزل الميه. طب اقعدوا بس خدوا نفسكم احنا يا ماما. لا فرح تقول لي لا انا حلم عمري انزل الميه، قلت لها حاضر هحقق لك حلم عمرك. فرح ما راحتش مصايف بقالها كتير، يعني اخر حاجه وهي صغيره كانت لسه بيبي زي زين كده، كنت انا واخداها ورحنا بيها بلطيم كفر الشيخ، لكن غير كده ما روحتش بيها اي حاجه تانية. يعني كانت فرح بيبي لسه صغير وخدتها، لكن ما استمتعتش باي حاجه ولا نزلت ميه خالص. سيف راح سيف كان كبير شويه لما رحنا راس البر، وكان كبير برضو شويه لما رحت بيه برضو بلطيم. فاسكندريه بقى رحت بالولاد قبل كده بس ما نزلوش البحر. رحنا كنا رايحين يعني زياره لحد معرفه وبعدين رحنا على الشقه، ورحنا كمان كوبري ستانلي اتفسحنا وكده. المهم انا قلت اصوركم البحر كده برضو شكله حلو قوي يا جماعه. بصوا المكان مش مليان مش زحمه. فرح لبست بقى المايو جايه ايه تعمل لكم فيها موديلز البت بقى. وسيف عامل نوع عضلات، فين يا ولا العضلات يا ولا داري يا ولا. فرح عماله ترش علينا رمره يلزيكوا كده. المهم نزلوا بقى الميه واصطحبت على بنوته كده فضلت تلعب معاها، وفي برضو واحده كبيره فضلت بقى هي اللي قايمه بفرح. البنت الكبيره دي كانت بنت صياد، هي اللي فضلت ماسكه فرح طول الرحله طول ما هي في الميه. بس يا زيزو
فطول ما هي في الميه ماسكاها، والحمد لله انا كنت مطمنه عليها يعني، لان البنوته دي ما شاء الله بتعرف تعوم، فماسكاها هي ومامتها وايه وعمالين يلعبوا معاها وانتوا هتشوفوهم دلوقتي. فالحمد لله يعني خطر الميه كنت مرتاحه شويه، لان انا كنت خايفه قوي من الميه على الولاد وكده، بس كنت مبسوطه ان في حد ايه بيلعبوا معاه وكده. بصوا هنا بقى سيف سايب نفسه كده للامواج، هو مش بيعوم هو بيلعب. المهم هنا بقى ايه، قلت له لا لازم نتغدى. راح بقى ابو سيف جاب لنا سمك. بصوا الفلفل المشوي ده حاجه كده قمر قوي. احنا خلصنا السمك البوري، يعني انا ايه قعدت اكل كنت جعانه، فنسيت اصور لكم من لذه الجمال بتاع الاكل، انتوا فاهمين. فكان في سمكتين بوري كده طعمهم خطير، والرز طبعا زي ما انتوا شايفين قرب يخلص. ده رز اصفر، رز اصفر ايه، رز احمر يا ولاد. وادي السمكية هي. ده بقى اتنين سمكتين بولتيين، تمام. يبقى احنا عملنا طبقين، طبق بوري وسمك بولت عادي. وده كان رز اللي هو الصيادية الاحمر الجميل ده، وكان طعمه تحفة بصراحة، الاكل كان جميل. وكان معاهم عيش. طب احنا بقى نسينا المعالق واحنا بناكل، نعمل ايه؟ كنا بالعيش. قعدنا نغمس الرز بالعيش، اقسم بالله. كان طعمه حلو. زين بقى هنا خد له تعسيله حلوه، نايم. يا ابني انت في ايه؟ اصحى يا ابني، ده انت في البيت لو حد زن جنب ودنك بتقوم. هو هنا بقى نايم وفي وسط الدوشه والزحمه والبحر ولا في دماغه. هنا بقى الولاد كانوا برضو عمالين يبنوا بقى بيت وقلعه وحاجات كده في الرمل يحفروا. ادوات البحر دي كانت واحده صاحبتهم هنا من اللي بيلعبوا، قالت لهم العبوا بيهم، فانا سبته لهم بقى. هنا بقى بص انا قلت اصوركم البحر ومدى جماله. فالروحه قاعده اهي، بص الميه بتاعها قمر. يا بختك يا بنت اللذينه، نزلت الميه وانا لا. هنا بقى بصوا المكان فيه ناس جوه، وكان فيه واحد داخل ورا قوي، يعني جوه قوي يا جماعه، اقسم بالله بعد حتى العلامه اللي هم حاطينها ان ما ينفعش حد يتجاوزها، داخل ورا قوي. انا مش عارفه ايه ده، ما شاء الله عليه، ده عويم ده ولا ايه، سباح ماهر. فعماله ابص كده اقول ايه ده، هو بيغرق؟ لا هو كويس تمام. خلصنا الرحله، رحت بقى غيرت اللبس اللي احنا كنا لابسينه دون، لان كنا تعبنا منه. والولاد برضو غيروا لبسهم بقى، لبسوا اللبس بتاع الخروج اللي كانوا لابسينه الصبحيه نظيف، وظبطنا الدنيا. وخدت زوزو برضو غيرت له، ورحنا بقى ايه واخدين شنطتنا وماشيين. بصوا بقى عمو ده عسل قوي. باي باي. ده قطر ابو قير بقى واحنا راجعين. القطر ده شغال تقريبا كل نص ساعه في قطر على ما اعتقد، او كل ساعه، انا مش عارفه. كل ساعه يا ربي، كل ساعه في قطر، او كل نص ساعه. المكان جميل والجو تحفه. اسكندريه يا جماعه رائعه الجمال، انا بحب البلد دي جدا جدا. انا يمكن رحتها قليل مش كتير، حوالي 4 مرات بس في حياتي، بس الاربع مرات كانوا عسل قوي. الناس كويسه جدا والبلد جميله وحلوه وهاديه، على عكس بقى زحمه القاهره بقى والجنسيات المختلفه اللي بتشوفيها في الشارع. لا البلد هناك رايقه كده، رايقه وهاديه كده. فانا اتبسطت. كان يوم واحد تعبت فيه من المواصلات مش هنكر، بس انا كنت مبسوطه جدا ان انا غيرت جو وشفت مكان جديد وكده. يا رب تتكرر تاني ونروح ونقعد فتره طويله، بس للاسف احنا مرتبطين هنا بشغل، فبنعرفش نروح نقعد مثلا اسبوع او وقت طويل. رغم زي ما قلت لكم ان في شقه هناك وحلوه ما شاء الله، انا صورت لكم فيها قبل كده، هسيب لكم ممكن اللينك في صندوق الوصف، هجيبه واسيبه لكم يعني. صورت لكم فيها قبل كده واحنا بننضفها، شقه حلوه جدا ما شاء الله، بس بقى زي ما تقولوا مشاغل يعني. بصوا هنا بقى خلاص كنا هنركب القطر زي ما قلت لكم بتاع بئر ونروح. نروح بقى نركب قطر سيدي بشر. هناك المحطه فيها قطارات طالعه من الاسكندريه للقاهره، هنروح ونشوف. لقينا قطر موجود الحمد لله. بعد ربع ساعه دخلنا وحجزنا وظبطنا كل حاجه وقعدنا، بس في الاخر اتغميت غمس، وده هقول لكم ليه. جوزي قطع تذكرتين بس، قال لي مش مهم الولاد هيبقوا واقفين وبتاع او يقعدوا على رجلنا. قلت له خلاص. دخلنا وقعدنا، لقينا جاي بقى الكمساري ده او اللي بيقطع التذاكر يهزر معانا، معرفش كان بيتكلم بهزار. انا قلت ده بيهزر. لا هتدفع عليهم. هندفع على ايه؟ ده هم قاعدين في الارض او واقفين. قال لي لا انت هتدفع عليهم فلوس. يا عم يهديك يرضيك. قال لي لا هتدفعوا عليهم وده القانون. طب بص احنا هنعملها لك غرامه، ودفعنا فلوس تذكره كامله، يعني احنا دفعنا فلوس تذكره غرامه على اساس يعني المفروض نقطع لهم نص تذكره لكل طفل. تدفعي نص تذكره للطفل من عمر قد ايه؟ من اول 4 سنين فما فوق، يعني 4 سنين لفوق لغايه سن ال10 سنين. هتدفعي له، يعني من اول 4 لفوق بيدفع له، تمام؟ فاهميني؟ اقل من كده مش بتدفعي له حاجه. فطبعا بقى اتغمينا وقلنا طب ما كنتوا تقولوا لنا على الاقل، كنا قطعنا نص تذكره، يعني نص تذكره ليه ونص تذكره الفرح، وكانوا قعدوا مبسوطين. بس طبعا بقى يلا ده اللي حصل ونصيبنا، ودفعنا ال 115 جنيه، والحمد لله الرحله تمت على خير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.